النصيحة مني لأي ست: لازم يكون ليكي دخلك الخاص بيكي عشان محدش يبيع ويشتري فيكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين والمشاهدين، أهلا بكم في قناة الملكة سوسن النجار. موضوعنا النهاردة نصيحة لكل ست: لازم دخلك الخاص بيكي عشان محدش يبيع ويشتري فيكي. يلا ندور حوالين الموضوع دوت، إن شاء الله خير. نستوب كده واقفة مع نفسها عشان تعرف تعيش مهما كانت الظروف. حتى لو عملت أي مشروع في البيت، أي حاجة تعمل لك قيمة في حاجة، ده مش عيب ولا حرام ليكي، عشان في يوم من الأيام يكون لك دخل ثابت ودخل محدش يبيع ويشتري فيك من أي حد، أولادك، زوجك، أي حد في الدنيا دي. وهفضل أقولك كده على كده. أتمنى تسمع كلامي كله بوضوح، لأني قلبي عليك فعلا. ورب أبنائكم على الاعتماد على النفس، وعلموهم إزاي يبقوا يسددوا نفسهم في أغلب المواقف، وأي موقف يكون صعب يكونوا موجودين فيه. علموهم إزاي إن يقفوا على رجلهم ويكون ليهم استقلال من الصغر، عشان يكون يعرفوا إن هما لما يكبروا ما يعتمدوش على حد، وإن هما يقفوا جنبكوا برضك مش يسيبوكوا. ولما إحنا بنعمل كده عشان خاطر التربية لها أصول، زي ما إحنا اتربينا فعلا حقيقي. لازم أولادنا تحس بقيمتنا وقيمة جهدنا وتعبنا اللي إحنا تعبناه في حياتنا. عشان كده الحب عطاء متبادل بين الطرفين، يعني أنا أحبك وأنت تحبني. يعني أنا دلوقتي مش بطلب طلب العطاء دوت، أنا بطلب إن أنت يعني إيه، أنا ببادلك الحب، بتبادلني الحب ده. صحيح الأب والأم مش مستنيين أي حاجة من أي الأولاد أو من أي حد، لكن في الكبر بيبقى ده نوع من الأنانية. فعشان ما نبقاش في الكبر هما بقى يبقى في أنانية، لازم ناخد معاهم وقفة في صغرهم ونعلمهم إن إحنا لنا حب قوي جدا في قلبهم، وزي ما يتعمل فيهم بالعطاء ده هما هيعملوا في أولادهم. ولازم إن هما ياخدوا بالهم مننا عشان خاطر هما أولادهم برضك هياخدوا بالهم منهم. يبقى العطاء متبادل طول العمر. يبقى لازم إحنا نزرع البذرة دي، لازم نزرع البذرة دي في أولادنا، نعلمهم الحب ونعلمهم الحب بينهم وبين بعضهم، والود بينهم وبين بعضهم، والود لينا حتى في كبرنا، عشان لما نكبر يكونوا أسوياء وصالحين جدا في المجتمع، وعندهم استقلال، وعندهم حاجة كده تخليهم روح معنوية قوية، وبيحبونا جامد، وفي محبة وفي ود بالنسبة لنا. أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الملكة سوسن النجار. رجاء الاشتراك وتفعيل جرس القناة على الكل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.